عمرو أديب طلع بياخد 2.5 مليون دولار. تعال اقول لك ايه اللي حصل. عمرو اديب كان في لقاء كده وقال لك انا الاعلامي الوحيد اللي عنده الجرأة ان هو يقول مرتبه وان هو بياخد في السنة 2.5 مليون دولار. لا وكمان بيقول لك عادي، يعني ايه المشكلة لما اخد المرتب ده؟ ما عندك لعيبة الكورة، عندك كريستيانو رونالدو ونيمار وخلافه بياخدوا مرتبات اضعافي 100 مرة. وكمان معترض ان الناس بتقول لك لعيبة الكورة تستاهل انما عمرو اديب ما يستاهلش. وكمان بيقولك ان الاعلام ده مهنة صعبة، وان هو كمان يا عيني بيشتكي من كرتونة البيض زيه زي بقية الناس، ودي الازمة الوحيدة اللي بتواجهه. عمرو اديب طلع في المؤتمر ده بيقول لك ان هو نفسه يقول ان الاسعار غالية والكلام ده كله، بس ده مش سهل عليه عشان تقريبا بيبقى ليه سكريبت او حاجة مطلوبة منه ان هي تتقال. وذكر قد ايه مهنة الاعلام صعبة، وعشان كده يا حرام بياخد 2.5 مليون دولار في السنة. على فكرة 2.5 مليون دولار في السنة ده يا معلم يعني حوالي 126 مليون و600 ألف في السنة. يعني اولموست في الشهر كده يا معلم عمرو اديب بياخد حوالي 10 مليون جنيه. ادي عمرو اديب اللي الناس بتتفرج عليه، وطبعا بيدعو الناس للاسعار ان هي نحاول نسيطر عليها وان الاسعار يا جماعة حلوة وكويسة، وهو بياخد 2.5 مليون دولار. انتوا بقى قولوا لي في كومنتات، لو بتاخدوا 2.5 مليون دولار في السنة هتعملوا بيهم ايه؟